راكو حابين نديرو حاجه بنينه وتقليديه لقهوه العصر. ما عليكم غير بهاد الكسره تاع الفطير، تجي كي صابلي ماشي كاطو يا البنات. راح تجي مبسه تهبل فيها واحد القرمشه من اروع ما يكون. راح نديرها لكم باصغر كيله اللي كنتو طلبتوها مني، غير زوج كسرات هكا باش كل مبتدئه تحاول تجربها وتنجح فيها من اول تجربه باذن الله تعالى. ما عليكم غير تجربوها وتسجلوها باذن الله. بعد ما تجربوها الافراد عائلتكم راح تولي لهم يعني راح يكثر عليها الطلب. ديروا لي جيم خياتي وكومنتير طيب ومحفز باش نواصل معكم دائما في تقديم الافضل. مرحبا بكم جميعا، ان شاء الله يلقاكم فيديو تاعي كامل بخير. اللي مازال ما اشتركتش مرحبا بك في عائلتنا وفي لمتنا، ان شاء الله تدخلي وترحب بك الجنه ان شاء الله. ونشكركم كامل على تعليقاتكم المشجعه وكلامكم الطيب، جزاكم الله خير. بسم الله، شوفوا وصفه هايله يا البنات. هذه الكسره راح تعتمدوها بعد ما تشوفوها وتذوقوها. راح نحضرها لكم مقادير مضبوطه لكل ربة منزل، كل مبتدئه، كل اللي حبت يعني تحتاج حاجه هكا تلفلها وطيبها لقهوه العصر. ما عليكم غير تبعوني. بسم الله، شوفوا واش عندي 3 كيسان فارينه مملوئين تاع 220 ملل. راح نديروا معاهم ملعقه صغيره تاع الملح، ونديروا معاهم ملعقه صغيره بومبي كيما شفتوها خميره الحلويات. نعم نديروا خميره الحلويات، ما حش نديروا خميره الخبز، لانه خميره الخبز هي اللي تخليها تتنفخ وتجيكم لداخل منفخه، لكن خميره الحلويات راح تخليها مقرمشه، تجي فيها قرمشه عظيمه. بسم الله، شوفوا من بعد واش عندي تاني. راح نبسوها هاد الكسره تجي مبسه. 3 كيلات فرينه ديروا لهم ربع كاس زيت زيتون وتكملوا حتى للنص زيت عادي. تقدروا ديروه كامل زيت زيتون، تقدروا ديروه كامل زيت عادي. انا درتو نص نص يعني حوالي درنا نص كيلو. وإلا درتو 6 كيسان فرينه ديروا كاس تاع زيت. هذه مقادير مضبوطه. وديروا ملعقه كبيره ملح، وديروا نص ملعقه كبيره تاع خميره الحلويات. نحاول اني نبسس مليح هذيك الفرينه. شوفوا كيفاش ترملت، شوفوا كيفاش راهي مرمله يا البنات. لازم تحصلوا على هاد الكريات، تبسوها كيما يلزم الحال. لازم هذيك الفرينه تاخذ كامل حقها من هذاك الزيت. هنايا راح نبدا نطم فيها بالكاس تاعي تاع الماء، من الاحسن يكون شويه دافي باش يساعد الفرينه تاعنا تمتم تطرى. اي نوعيه تاع الفرينه تكون متوفره عندك، ما يهمش انها تكون نوعيه جيده ولا، فقط بسوها مليح. ميم الا زدتوا شويه في الزيت ما تخافوش، دوك نقول لكم كيفاش يعني تحصلوا على قوام رائع. هنا بالنسبه للعجينه دوك نعطيكم سر كيفاش باش ما تتنفخش معاكم وما تتشققش معاكم. لازم تسمعوني، تبعوا معايا يا البنات، ماشي تزابيو الفيديو من بعد تجوا تسالوني في الكومونتير هكا كي غيدني الحال. نقول انني نشرح ومن بعد هما يزابيو الفيديو يجي يعطوني اسئله. نطمها كامل بالماء. دوك نقول لكم شحال خدات الكميه تاع الماء. راكم تشوفوني نطمها فقط. تقدروا ديروها في العجان، لكن انا ما حبيتش نديرها في العجان باش نقول لكم وعلاش. طموها ميم تلصق شويه في يدكم معليش ما يهمش، احنا حبينا نديروها شويه تكون طريه، ومن بعد نقول لكم وعلاش لازم تكون طريه. تبعوا فقط معايا، لازم تسمعوني يا البنات، خاصه المبتدئات اللي يحبوا يتعلموا، اللي راهي زوجه جديده، اللي راهي في دارهم مبتدئه مع خاوتها مع ناس دارها، كل وحده وظروفها. هاي ليك العجينه تاعنا يا البنات. شوفوا كيفاش تكون طريه، ما تيبسوهاش كي تاع السميد كي تاع الفرينه. هنايا هاي ليك واش قعد لي من الكاس تاعي، كاس الماء منو كما شفتوا كميه قليله. حطيتها فوق سطح العامل وبديت نقطع فيها. قطعوها ماشي تدلكوها، قطعوها. لازم تتقطع. دائما نقول لكم كي تكون حاجه مبسه تتقطع ما تتدلكش. قطعوها. فهمتوا علاش ما درتهاش في العجان؟ كنت قادره نديرها في العجان، انا لا حبيت نقطعها. قطعوها. شوفوا كيفاش راني نقطع في العجين، مانيش ندلك فيه. بعد ما قطعتها مده حوالي 3 دقائق 4 دقائق حتى تحصلوا على عجين تحسوه بلي ولا الشكل تاعو شباب. نحاول اني ندير لها الوجه نعدلها. تقدروا تكملوا هذيك الكميه تاع الماء. الا كانت نوعيه اخرى تشرب بزاف تقدروا ديروا اكثر، بالك اقل يعني تختلف من النوعيه الاخرى. هامليك القرصات تاعنا راح تحسوا بلي عجينه جات مبسه. دائما العجينه مبسه تزيدوا لها شويه تاع الماء وتخلوها، لانه راح يتشرب بالماء الزايد. هاي ديك العجينه تاعنا بعد ما حليت كامل هذيك الكريه تاعي ولا الكسره تاعي درتها بسمك متوسط، ما ديروهاش رقيقه راح تجيكم يابسه، ما ديروش خشينه بزاف، يعني سمك متوسط. هاوليك راني قربت لكم مليح. شوفوا
لانه راه فيها خاميه الحلويات. دوك تزيد تتفاعل شويه. هنا نترفدوها بكل سهوله، والمبتدئه تقدر تحلها فوق الورق الطهي. وحطيتها فوق طاجين اللي كان مشعل على نار متوسطه، ماشي قاويه وماشي قليله، متوسطه فوق القليله شويه. كما شفتوني تقبتها بالفرشيطه في الاول، وزدت قبتها بالفرشيطه المره الثانيه كي حطيتها في الطاجين. بعد ما شفتها صفارت لي العجينه تاعي من الفوق، اقلبتها وبديت نعاون بهذيك الحطبه ديالي. يعني حاولوا ما تعبزوش بزاف، يعني ماشي تسيو طيبوها مليح لانه راح تلقاوها في الداخل ما حطيب معاكم. ونحاول اني نطيبها. شوفوا كي تبسوها مليح ما تخافوش، ما تنفخ معكم ما والو. اون بليس ما فيهاش خميره الخبز، فيها غير خميره الحلويات. شوفوا يا البنات كيش جات معانا ما شاء الله. لو كان ديروها فوق طابونه حتزيد تجيكم حمراء كامل، ما تسحقوش كامل انكم تكيو عليها. احطيب لكم بلا ما تكيو كامل عليها بالحطبه ولا بالطرشون. ونحاول اني نابيو بزاف على اطراف، نركز عليهم هكا باش يحمروا معنا ويطيبوا. انا راح نكمل نجهزهم في 2 ونشوفوهم مع بعض. هذه هي الكسره تاعنا يا البنات. شوفوا كيش جات، بسم الله ما شاء الله. صدقوني جات روعه. قد ما نشكرها لكم، قد ما نهضر لكم، قد ما نقول لكم كي تجربوها وقولوا لي رايكم. خلوها فقط تبرد، تروحوش تقسموها وهي سخونه، خلوها تبرد وتحصلوا على قرمشه عظيمه. صدقوني تقشوك وتاكلوا في الكاطو ما شاء الله يا البنات. وصفه نعتمدها بزاف، سختو ديروا لها كا مع قهوه العصر، معجون تاع الفخاز راهو وقته، ولا في وقت معجون تشينا، معجون تاع المشماش، يعني روعه مع الزبده هايله مع قهوه العصر. هذه لازم عليكم تجربوها وتعطوني رايكم. واللي يحبوا يديروها بسميد يديروها بس ساعه ننوعوا شويه. على بالي بلي بسميد هي صحيه اكثر، لكن ساعه ما يكونش عندنا سميد نعوضوا بالفارينه وهي رايحه. شوفوا كي نقسم معاكم يا البنات، شوفوا تتقسم كي كاطو، ما تقسمش تروح وتولي. هذه اللي نحب ناكد لكم عليها المعلومه. كاين بزاف اللي يغلطوكم يقولوا لكم كي الكاطو كي تروح تقسم لكم تروح وتولي هذيك الكسره تاعهم. شوفوا كيش جات يا البنات، جربوها ما راكمش راح تندموا. قولوا بس الله 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 عليها. جربوها يا البنات جربوها، ونتمنى تكون وفقت في تقديمها ونالت اعجابكم. ما عليكم غير تفرحوني وتشجعوني بكلماتكم طيبه محفزه في التعليقات. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه ان شاء الله.